هنا أخذ الإمام الحسين عليه السلام يستغيث. أما من معين يعيننا، أما من ناصر ينصرنا، أما من ذاب يذب عنا. فتقدم الإمام القاسم بن الإمام الحسن لعمه وهو يقول: عماه يا أبا عبد الله، هل لا تأذن لي في البراز لأقاتل هؤلاء القوم؟ يا بني، أنت شمامتي التي أشم منها رائحة أخي الحسن، فبحقي عليك إلا رجعت. فلم يجد القاسم بدا من الرجوع إلى الخيمة. رجع مهموما يخاف أن تفوته الشهادة بين يدي عمه. وبينما هو كذلك تذكر أن أباه قد شد عوذة في عضده وأمره ألا يفتحها إلا إذا رأى نفسه مهموما ومغموما، ففتحها فإذا هي وصية من أبيه عليه السلام يقول فيها: والدولة السرمدية. هنا تهلل وجهه فنهض القاسم والعوذة في يده. توجه لأبي عبد الله فعرضها عليه، فلما رآها الحسين عليه السلام سالت دموعه على خديه وقال: عز عليك يا أبا محمد، لو رأيتنا وقد أحاطت بنا الأعداء ومنعونا من شرب الماء. بني قاسم، أتمشي برجلك إلى الموت؟ يا عم، وكيف لا، وأنت بين الأعداء بقيت وحيدا فريدا، لم تجد محاميا. فشق الحسين عليه السلام عمامته وأدلاها عليه بصورة الكفن. وما إن تأمل ابن أخيه في تلك الصورة حتى تذكر الحسن، فضم القاسم إلى صدره وبكى بكاء شديدا، ثم أذن له في القتال وقبله وودعه. فذهب القاسم ليودع أمه في الخيمة. يا ابني يا جاسم تاني ودع بناتي الهادي، يحومني بلهفة الشوفاياك ورملة عليك يتنادي. من كتر زينب حضريات وسكينة كتر الثاني، محروس بالله وداعاياك جاسم ترى ذلاني. ورملة شمة تقلي زيدت يا ابني حزاني، وباجي الحرم يوم الليا وجمري الأسى وقادي. يا ابني السهر يا جاسيم ورباي زين تعرفه، أتعب وهز بمهداياك بس كون عينك تغفى. يما هذا الربا رايدته اليوم ويا عمك وقفه، وافتخر بيك وليدي وتشهد لك الأعادي. يا يما بس عذريني خاف اللي ما باريتيك، وانت اللي ذيرتيني شمعة وتضوي بيتك. توصيني يما بعمي ريتك تشوفي، ريتك فن الحروب
لن بيهم وبدمهم اروي فادي. قال هالعمر طلقته يما وانذرت كل الدين، وسيفي تشوف افعاله العمي لضاحي بعيني. لكن يا رملة وصيتي يما وقت الشرب ذكري لي، ولو شفت زفت شبايان ندبي يا جاسم غايا وادي. كأني بلسان حالها تنادي جسام يا ظنوتي رايح من عيوني. جسام يا الكل يشاركها ويا رمله. جسام يا ظنوتي رايح من عيوني. ما رحمني الدهر وانت نور النظر رايح من عيوني. فتقدم القاسم إلى الميدان فخرج القاسم شاهرا سيفا مستهزئا بأعداء الله. خرج دون درع، خرج وصوت الحسن في أذني، فارتجز قائلا: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لاصقوا صوب المزن. بعد أن قاتلهم قتال الأبطال رجع إلى عمه الحسين قائلا: يا عم، العطش قد قتلني، فأدركني بشربة من الماء. صبرا يا بني، فبعد قليل يسقيك جدك شربة لا تظمأ بعدها أبدا. بني قاسم، ضعه في فمك فإنه يساعدك. وقبل أن يهوم الميدان هرولت النساء لتوديعه، فتلك تضمه وهذه تشمه، وذي أمه رملة تودعه. بني، إذا قدمت على جدتك فاطمة فأبلغها عني السلام، وقل لها أني تركت أمي غريبة كئيبة. صفالي يا ابني، ما مر الوقت والله، أنا ما مر الوقت يا ابني. صفالي وتراه صفوف بهمومه. صفالي عقب رباي يا جاسم، يا ابني عقب رباي يا جاسم. صفالي الحزن والنوح وفراق وذي، يا ابني الحزين والنوح وفراق وذي.
رجع إلى الميدان. فصال وجال فيهم حتى قتل منهم مقتلا كثيرا. وفي هذا الحال قطع شسع نعله فجلس ليشده، فتقدم له رجل من الأعداء وهو يقول: والله لأشدن عليه وأثكلن به أمه وعمه. فضربه على هامته وسقط على الأرض وهو ينادي: أدركني أدركني يا عمار. فجاء الحسين مسرعا ووصل إلى مصرعه الشريف. بني قاسم، وعدا لقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك. عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك. هذا يوم قل ناصرا وكثر مبترا. سمع صوته وقصد الحسين بالحال، براس صواب شافه شلون جتال. التفت صوب المدينة بحسرته وقال: هذا ابنك يا خويا تشوف حاله. فحمله الإمام الحسين ورجلاه تخطان بالأرض، فرجع به إلى المخيم حتى اجتمعوا عليه الأطفال والنساء. هنا جاءت أمه ولسان حالها يقول: يما يما عقبك يا جاسم من بقالي، أنا عقبك يا جاسم من بقالي، ولك يما شليت يمناي. سعد الله قلوب أمهات الشهداء، وقلب كل أم افتقدت ظناها. شليت يمناي وشمالي، خليتني بحيرة بحيرة يا والي. يما ارتاح كنت ارتاح من توقف قبايضي، عقب الربا يا همك صفالي. يا ام جرى لها اللي جرالي، يا بني يا ام جرى لها اللي جرالي، بعرسه ابنها انذبح تالي. بالأراضين، وما أشوقني لأن ألقى جدك في الجنان.
مع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا. إذن أبلغ جدي عني السلام وأخبره أني في الأثر. امضيا على بركة الله. فتقدم عبد الله وعثمان إلى الميدان، وأول من تقدم عبد الله صارخا: أنا ابن ذي النجدة والأفضال، ذاك علي الخير والفعال، سيف رسول الله ذو النكال، وكاشف الخطوب والأهوال. إني أنا العثمان ذو المفاخر، شيخي علي ذو الفعال الطاهر، هذا حسين سيد الأكابر وسيد الصغار والأكابر، بعد النبي والوصي الناصر. فقاتلوهم قتال الأبطال حتى تكاثروا عليهم، فقتلوهم رضوان الله تعالى عليهم. ولما رأى الإمام العباس أخويه قد قتلا، نظر إلى أخيه جعفر وقال له: أخي جعفر، قم إلى الحرب حتى أراك قتيلا كأخويك، فأحتسبك كما احتسبتهما. قم أخي جعفر، قم. أخي أبا الفضل، لئن قصرنا في هذا الموطن فلا كنا ولا نكون. في دعة الله أخي، ولا تقصر في نصرة المظلوم الغريب. فتقدم جعفر ليستأذن الحسين عليه السلام: سيدي ومولاي يا ريحانة الرسول صلى الله عليه وآله، لقد ضاق صدري من هذه الحياة، واشتاق سيفي لخضاب هؤلاء الطغمة الفاجرة، فأذن لي يا مولاي. بارك الله لك في مسعاك، سر والله ناصرك وحافظك. فتقدم جعفر إلى الميدان وهو يقول: إني أنا جعفر ذو المعالي، ابن علي الخير ذي الأفضال، ذاك الولي والسنا والوالي، حسبي بعمي شرفا وخالي. بعدما فرغوا من قتالهم صاح رجل من جهة الأعداء: الله أكبر! لقد قتلت إخوة العباس! الله أكبر! فجاء الإمام الحسين وأخيه العباس نحوهم مسرعين،
هنا أخذ الأطفال يتصارخون من شدة العطش. العطش يا عمه. شربة ماء يا عمه أطفي بها غلة العطش كبدي. يا عمه. لماذا يا عمه لا تجلب لنا الماء من النهر؟ لا عليكم يا أحبتي، تصبروا قليلا، سنطلب من قمر العشيرة أن يجلب لنا شيئا من ماء الفرات. فتقدمت زينب نحو أخيها العباس عليهما السلام. أخي يا قمر العشيرة، لطالما طلبتك في أشد مهماتي فوفيت لي ورعيت وصية أبي في يا أبا الوفاء. ولي طالبة أرجو أن لا تردني فيها. قوليها فدتك روحي يا مخدرة علي وفاطمة. انظر إلى أطفالنا يصيحون من شدة الظمأ ولفح أشعة الشمس، فلو طلبت لنا شيئا من ماء الفرات يخفف آلامهم ويقوي عزمهم، فقد ذوبوا قلبي وهم بهذه الحالة. لا عليك يا عقيلة الطالبيين، لأبذلن غاية المجهود. السلام ليستأذن أخيه الحسين. سيدي ومولاي يا ابن رسول الله، ائذن لي بالخروج إلى الميدان لملاقاة هؤلاء الفجرة الكفرة. يا أخي، أنت حامل لوائي وعميد عسكري ومجمع عددي، وسئمت الحياة وأريد أن أطلب بثأري من هؤلاء القوم. العطش يا عمه. يا أخي، إن كان ولا بد فاطلب لهؤلاء النساء والأطفال قليلا من الماء. فتقدم العباس إلى أرض المعركة، وإذا بصوت سكينة من خلفه. عمي العباس، لا تنسى عطشي وغلة كبدي المتفطرة من الظمأ. بني لا تجلسي تحت أشعة الشمس وأنت عاطشة، فادخلي الخيمة. هيا بني. يا عم، لقد خرج أخي علي الأكبر للميدان ولم يرجع، وخرج ابن أخي وإخوانه ولم يرجعوا، وأخاف يا عم لا أراك مرة أخرى. لا يا بني، سترينني إن شاء الله وتشربين الماء وتروي ظمأك. في أمان الله يا عم، في دعاة الله وحفظه حرستك السماء. يا عمر بن سعد، هذا الحسين بن بنت رسول الله يقول لكم إنكم قتلتم أصحابه وإخوته وبني عمه، وبقي فريدا مع أولاده وعياله وهم عطاشا، قد أحرق الظمأ قلوبهم، فاسقوهم شربة من الماء، لأن أولاده وأطفاله قد وصلوا إلى الهلاك. يا ابن أبي تراب، قل لأخيك لو كان كل وجه الأرض ماء وهو تحت أيدينا ما سقيناكم منه قطرة واحدة حتى تدخلوا في بيعة يزيد. فتقدم إلى المشرعة، وإذا بصوت من جهة الأعداء
ويلكم يا قوم، هذا العباس قادم للمشرق. إن منعناه هلكنا، فخلوا بينه وبين الفرات ولا تمانعوه. أقاتل القوم بقلب مهند، أذب عن صدق النبي أحمد، أضربكم بالصارم المهند، حتى تحيدوا عن قتال سيدي. إني أنا العباس ذو التودد، نجل علي المرتضى المؤيد. هنا صال فيهم صولة الكرار، وهو يرتجد ويقول: لا أرهب الموت إذا الموت زقى، ولا أخاف الموت يوم الملتقى. نفسي لنفس المصطفى الطهر وقى، إني أنا العباس أغدو بالثقة. هنا شق الجيش نصفين، فوصل إلى المشرعة، فأراد أن يشرب الماء، فتذكر عطش الحسين فقال: لا والله لا أشرب الماء، والحسين وأطفاله عطشان. يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني. هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. والله ما هذا فعال ديني، ولا فعال صادق اليقين. ولك يا روح هذا الما يشوفي، بقلب حسين حلفي لا تذوقي. عطشانة وانا ادري الماي تردي، لكان دربي المجيد باليج تخلي. عطاش اطفالنا وحيسهم تسمعي، ولخوي حسين هذا اليوم واسي. فملأ القربة وأراد أن يرجع إلى الخيام، فنادى عمر بن ساع: والله لئن وصل العباس إلى الحسين بالماء أفنوكم عن آخركم، ويلكم احملوا علي.
فكمن له رجل من وراء نخله فضربه على يمينه فقطعها. قطعت يمين العباس، قطعت يمين العباس. فأخذ السيف بيده اليسرى وهو يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، نجل النبي الطاهر الأمين. فكمن له آخر فضربه على يساره فقطعها. قطعت يسار العباس، قطعت يسار العباس. فقال الإمام عليه السلام: يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار. فمسك القربة بين أسنانه وتوجه إلى المخيم ليوصل الماء إلى عياله، فصاح عمر بن ساع: ارشقوه بالنبال ولا تدعوه يصل إلى مخيم الحسين ولو بقطرة ماء. فصاح رجل من بينهم: يا عباس، أين شجاعتك وأين بطولتك؟ خذها يا ابن علي. السلام عليك يا أبا عبد الله، أدركني يا ابن والدي. فجاء الحسين مسرعا، وبعد أن أتته السهام كرشق المطر وصار جسده كالقنفذ، سهم أصاب عينه وسهم أصاب الماء فأريق، ميس وقاف عاف العمر من ساسي، رايد ما مات ولا صبر نوماسي، طروا بعمود الضغاين راسي، طاحون دايب سيد شباب الجنة، صاح يا اخويا ترى علك رحت قطعة يا وجفوفي وعلى الغبرة طحيت، وبالجرع ليا ظليك يا ظليك خويا ما يعلميت. لما أحس العباس عليه السلام أن أحدا بجانبه قال:
أقسمت عليك يا هذا، إن كنت تريد قتلي فأمهلني حتى يأتي أخي وابن والدي، فأتودع منه ويتودع مني. أخي، الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت به عدوي. أقسمت عليك إلا تركتني أموت مكاني، فإني قد وعدت سكينة بالماء، وأستحي أن أراها بيد جذاء صفراء. فيه السلام رأس أخيه في حجره، فأعاده العباس إلى الأرض، فقال الحسين عليه السلام: لم تفعل هذا يا أخي؟ أنت الساعة تضع رأسي في حجرك، وبعد ساعة من يضع رأسك في حجره. فبكى العباس وبكى الحسين عليه السلام معه، وظلا كذلك حتى تدلت رقبة العباس وفاضت روحه الزكية. أيها سيدا وعباسا وأخاه وعباسا. وعندها ودع الحسين أخاه، ورجع المذكول حزينا باكيا، رجع يكفكف دموعه حزنا على الليث الضرغام. قل له يا عباس، خويا يا عباس، انده لك يجي دومو، يدرك ضعنكم يا نفل قومو. خويا تعوفني يا ابن امي اليوم يوم، بعين العدا والقلب مالو، والله بعين العدا والقلب مالو. قال له خويا صوتك من سمعت ادركني، خويا يصيح جيتك ناب اطيح وناب قلبي، يتويا مثل ظل خويا الفقد مثلك اخوك العمر بالذل يا خويا قال خويا ومصيبة المدرسة حلها، لا نجدتني زينب شردة قل تعنى من الخيم للعلقم حسين، يصيح بصوت يا ضيد وقعد خويا بعد ما اشوف دربي يا ضوى العين، يا ضوى العين، واشوف الكون كله بوجهي يظلم يا خويا. فرجع الإمام إلى الخيام مكسور الظهر، وإذا بسكينة تسأله عن عمها العباس. أبا، هل لك علم بعمي العباس؟ فإنه قد وعدني بالماء وأراه قد أبطأ علي. بني، عمك العباس قتلوه. لا حول ولا قوة إلا بالله.
أخي عباس، ولدي علي، ابن أخي قاسم، حبيب، زهير، برير، أنصار دين الله، ما لي أناديكم فلا تجيبون، وأوقظكم فلا تنتبهون، أغياب فأرتجيكم، أم جرحى فأداويكم، بل صرعكم ريب المنون، وغدر بكم الدهر الخؤون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أقبل الحسين عليه السلام ناحية الخيام، فأدار رأسه وتأمل أرض المعركة، فنادى بأعلى صوته: هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ هل من مغيث؟ هل من مغيث؟ هل من مغيث فيرجو الله في إغاثتنا؟ فاعتلى صراخ النساء والأطفال، وإذا بالسجاد عليه السلام يخاطب عمته زينب: عمه، علي بالسيف والعصا. وما تصنع بهما يا قرة عيني؟ أما العصا فأتوكأ عليها، وأما السيف فأذب به عن والدي. تناولته السيف والعصا، فخرج من خيمته متكئا على عصا وهو يكبو وينوء: أنا من يغيثك يا أبتي، أنا من سأذب عنك وعن حرمك. احبسيه يا أخي، احبسيه لئلا تخلو الأرض من نسل آل محمد. فأرادت إرجاعه، فامتنع من الرجوع، فقال له الإمام: بني، ما تريد أن تصنع؟ أبا، إن نداءك قطع نياط قلبي، وأريد أن أفديك بروحي. يا بني، أنت مريض، ليس عليك جهاد، وأنت الحجة والإمام على شيعتي، وأنت أبو الأئمة وكافل الأيتام والأرامل، وأنت الراد لحرمي إلى المدينة. أبتاه، تقتل وأنا أنظر إليك. ليت الموت أعدمني الحياة. روحي لروحك الفداء، نفسي لنفسك الوقاء. يقل ابويا لبيك يا نور الإمامة، البيك الهدايا والكرامة، البيك الهدايا والكرامة، أفديك عمري بلا ملامة بلا ملامة. ابويا البلواك مالي الينامة، والله أنا البلواك مالي أنا اللي أنام. بينما كان الإمام الحسين مشغولا بنفسه وعياله، فسمع صوت إعرابي من جهة الأعداء: فوصل إلى الإمام الحسين عليه السلام. يا قوم، دخلت مدينة محمد قاصدا بيوتات النبي، وإذا بصوت من خلفي: عم يا أعرابي
وقف لي هنية، وقفت من أين يأتي الصوت؟ وإذا من دار الحسين عليه السلام طفلة له تركها في الدار، فاطمة العليلة. عم يا أعرابي، لي معك حاجة توصلها. إلى أين تسافر؟ فجبتها إلى العراق. وإذا بالطفلة يا راكب اللي فوق سباقة الرياح خذ العمام ولبو يحسين قرطة وقول لهم فاطمة العليلة تقوم مطيحة مفرقها الهيلة ويا الجد والرايسة. وقول لهم فاطمة لا جسمها صحيح تبقى يا مدياركم يا طيبين لا باس. او شوف انا وقول الوالد حسين تفصيح الما يرحموها لا ما ترحمه الناس. حيلي رقعت وشايف شحيح طارش عبر النواويس والصيح وين المداري بالنشامة هل وين عبايس بكى وقال على راسي يكون الشلاية وصل والدك وعنك احكي لي اقل بداركم ظلت عليلة تقول الوعد وين الوعد يا طياب. الحسين هناك واقف ايها المؤمنون انظروا اليه وحيدا فريدا لا ناصر ولا معين. وإذا بهذا الأعرابي قد أقبل على الإمام. إيش يحمل هذا الأعرابي؟ إيش يحمل من ألم؟ إيش يحمل من مصاب؟ هو الحسين عايز آلام، عايز مصائب. ريض ناقته ولا السير زقام. الأعرابي ريض ناقته ولا السير ثقال، تحير بالرسالة شلون توصل. فرعوا طر القوم وقبال على حسين بكى وانطه الكتاب. يقل من وين هالمرسول مرسول، يقل من العلي للوالي تقول يا ابويا انا بقيت بدور خالي ينزول. ووعد طارش يجي منكم يا غياب. الامام يشكر ذلك الاعرابي جزاك الله خيرا يا اخ العرب. ثم
ثم الحسين يلتفت للعيال: زينب، سكينة، بنات رسول الله. من يقدم إلي جوادي؟ أنا آتيك به. ما أقسى قلبي، أخت تقدم لأخيها فرس المنية. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخي، لا يذهبن بحلمك الشيطان. العطش يا عم، العطش يا عم. شربت ماء يا عم. أخي، خذيهم، سكتيهم، احفظيهم. يا صغيري، دع أباك، فسرعان ما سيرجع لنا. بني، إن أباك سيطلب لنا الماء وستشربين، فاهدئي، كفي عن البكاء. سيعود أبوك بعد أن يخاطب القوم، فدعيه ينصرف. في أمان الله يا أبا عبد الله، حفظك حافظ المؤمنين. في أمان الله. وكأني بها وهي تنظر إلى أخيها: يا أخويا خلاف عينك رايحا هان، وتخليني يا أخويا بيا ينعد ووان. رايح يا بعد أهلي يا ريسان يا ابن أمي، يا ريسان روح وداعت الله يا العطشان. فتقدم نحو الميدان وهو يقول: ويلكم، على ما تقاتلون؟ على حق تركته، أم على شريعة بدلتها، أم على سنة غيرتها؟ نقاتلك بغضا منا لأبيك وما فعل بأشياخنا يوم بدر وحنين. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا ابن علي الطهر من آل هاشم، كفاني بهذا مفخرا حين أفخر، وجدي رسول الله أكرم من مشى، ونحن سراج الله في الأرض نزهر، وفاطم أمي من سلالة أحمد، وعمي يدعى ذا الجناحين جعفر. وفينا كتاب الله أنزل صادقا، وفينا الهدى والوحي بالخير يذكر، فنحن أمان الله للناس كلهم، نسر بهذا في الأنام ونجهر، ونحن ولاة الحوض نسقي ولاتنا بكأس رسول الله ما ليس ينكر، وشيعتنا في الحشر أكرم شيعة، ومبغضنا يوم القيامة يخسر. فطوبى لعبد زارنا بعد موتنا بجنة عدن، صفوها لا يكدر. فشد عليهم وكشف القاو، فتوجه للمشرع ليبلل ظمأ كبده. وماء هم ليشرب الماء، جاء سهم في حنكه فأخرج السهم، فتلطخت يداه ووجهه بالدم. فناداه رجل: يا حسين، يا حسين،
أتلتذ بالماء وقد هتكت حرمك؟ فرجع مسرعا للخيام فعلم أنها مكيدة من مكائد الأعداء فلما رجع للخيام طلب من أخته زينب منديل ليشج جراحاته. وويلاه يا ابن والدي، ما هذا الذي حل بك؟ أخي زينب، علي بمنديل أشد به جراحاتي. استعدوا للبلاء واعلموا أن الله حافظكم وحاميكم وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير ويعذب أعداءكم بأنواع العذاب ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة. فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. حليت كثر زينب على الخوين عاد إلى المخيم نادى زينب رباب سكينة فلانة قالت فرشنا لك الخيم ارتاح يا حسين وجمعنا لك دمع بكي النساوين يا أخوي قبل موادع فراقه يكتب يا الناشف رياقك يا أخوي. قالت حسين شوف شلون راح تقسم على الحسين بما تحلف الحسين عز انسان كان وياه اله. حسين خويا حسين عليك زينب ريض شويه ما بي بعد وقف على رجلي يا اخوي خويا ما يا بعد وقف على رجلي اشوفك محني ظهرك حيل ما وبعد ما اشوفك يا بشيمه 3 ايام راح تنام بالهيمه يا اخوي. تشبثت بالكابي طفله لو يقال لها رقيه ابا حسين نور عيني خذني معك لا ضاقة لي على فراقي يا ابو يقول لا تخفي علي هذه راحتك لو بعد جاي. وين فاقد له عزيز فاقد له ابو فاقد له اخو فاقد له ام بويا يا بويا نروح كل احنا فداياك خذنا للحرب يا حسين يا حسين وياك معين يا ابويا واقعد اثناك واقول مسافر ويا وين. قالت ما يرجع يا تقول لها كل طفيل يا حسين ودي بل كان شوية ماي تسقي أم الربابين دميع تجري تقول لي يا زينب يا شغلي هذا الرضيع وحالي شوفي حالي العباش يا خير هذي. كان التصوير
ولما رآه ابن الحجاج قال: ما الذي يخبئ الحسين بين يديه؟ يبدو أنه ضيف، وما ظنك يبغي بقدومه؟ لعله يستعطفنا به. أيها ارمي الطفل على صدر أبيه. أرمي الطفل على صدر أبيه؟ نعم ويحك. رأيت رقبته تلمع من القناط فرميته بالسهم في رقبته. بيدي تنذبح ما يعلم عيني يا ابني عايش عملت ريال الليالي شقي لعبتك شقي لامك يا غالي. ذبحك يا نور عيني، ذبحك يا قرة عيني. يا عبد الله يا خويا ليش ذبحك خويا وتانسني بحياتي عايب خلامه بدال الماي سهم الموت شرباك ما قالوا رضيع وعيب راعوا. في أمان الله يا ابن والدي، في أمان الله. أنا هنا يا أبا منتظرة قدومك فلا تبطئ العودة. فتوجه بعدها للقوم وإذا بصوت من خلفه: أخي قف لي قليلا. وإذا هي أخته زينب وقد أفرغت عليها من تراث أمها الزهراء. رجع لها: انزل لي عن فاسك، اكشف لي عن صدرك ونحرك. فقبلته في صدره ونحره ثم وجهت وجهها نحو المدينة وقالت: السلام عليك يا الله يا فاطمة، ها قد نفذت. فحمل على الميمنة وهو يرتجز ويقول: الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. ولا زال يقاتلهم ويجندلهم ويكثر فيهم القتل حتى حمل على الميسرة وهو يقول: أنا الحسين بن علي، آليت أن لا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. ولم يزل كذلك يقاتلهم حتى قتل منهم مقتله. فصاح ابن سعد: ويحكم، أتدرون من تقاتلون؟ هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، احملوا عليه حملة واحدة وإلا أفناكم عن آخركم. فحملت عليه الألوف وازدحمت عليه الصفوف وافترقوا عليه 4 فرق، فرقة بالنبال وفرقة بالحجارة وفرقة بالرماح وفرقة بالسيوف. أين أنت يا أبا الفاضل؟ أين أنتم يا بني هاشم؟ أين شيعة الحسين؟ والله وينك يا
ابو فاضل يا مقدام، وينك يا ابو فاضل يا مقدام، ترضى باخوك حسين ينضام. يا حسين يا حسين، حيران الاخوان والعمايم علي يا ابوي، حيران الاخوان والعمام وحيد والعسكر علي حام. فرماه حرملة بسهم في جبهته، فنزعوا فسالت الدماء على وجهه. إنك ترى ما أنا فيه من عباد هؤلاء العصاة، أمضهم واحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تذر على وجه الأرض منهم أحدا، ولا تغفر لهم أبدا. يا أمة السوء، بئس ما خلفتم محمدا في عترته. أما إنكم لا تقتلون رجلا بعدي فتهابون قتله، بل يهون عليكم ذلك عند قتلكم إياي. وأيم الله إني لأرجو أن يكرمني الله بالشهادة ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون. وبماذا ينتقم لك منا يا ابن فاطمة؟ يلقي بأسكم بينكم ويسفك دماءكم ثم يصب عليكم العذاب صبا. فوقف ليستريح، فرماه أبو الحتوف بحجر ملعون، فوقع على جبينه، فرفع الثوب ليمسح الدم، فبان بياض صدره، فأقبل السهم المثلث فوقع في قلبه، فرفع رأسه وهو يقول فتوسد على التراب وهو يئن ويقول يا قوم، وحق جدي أنا عطشان. يا عمر، أنت بنفسك عزمت على قتلي وأتيت لكي تقتلني. من ينتدب للحسين فيريحنا من أنينه، ومن يأتيني برأسه فله 1000 درهم. ويحكم، ماذا تنتظرون بالرجل؟ اقتلوه ثكلتكم أمهاتكم. فابتدرت إليه الأعداء وكانوا كلما اقتربوا رمقه الحسين بنظره فيولون هاربين. فقال الشيخ يا ابن سعد، مر الخيل والرجال أن تهجم على مخيم الحسين، فإن كان به قدرة على النهوض نهض، فإنه صاحب غيرة وحمية، وإلا فأنا الذي آتيك برأسه. فهجم الجيش على الخيام، فعلى صراخ النساء والأطفال إذا بزينب تتوجه نحو التل، فصعدت الحورة فقد هجم القوم علينا، وإن قضيت نحبك
فأمرنا وأمرك إلى الله. للخامة اجت والخال مجتمعة وقالوا للعزيز يلوج من ضلع ويا قالوا لي العزيز يلوج من ضلعه واحنا من الغروب ونينك نسمع يا اخوي قالت طريت الفزع والخيل والنار ولا تاني يسكن عجل غبار اجي رمل ودر الرمل حار ايدك حالة ويايا لقيتك عالرمل ودر هنا مشى الإمام 3 خطوات حتى كب على حر وجهه وأخذ ينادي بضعيف صوته: يا شيعة آل أبي سفيان، يا آل حرب حزب الشيطان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. ما تقول يا ابن فاطمة؟ أنا الذي أقاتلكم والنساء ليس عليهن جناح، فامنعوا عتاتكم من التعرض لحرمي ما دمت حيا. لك ذلك، إليكم عن حرم الرجل واقصدوه بنفسه، فلعمري هو كفء. خويا مكباير نايم يا خويا مرحايا، أنا تصعب علي ماذا وضعك فوق السحيق مبتور صبعك يا اخوي. ويمك سرية عالساد رفعه. كأن بها تجاوبه: خويا شنو الجرى لك يا ولينا، شنو الجرى لك يا ولينا، يا ريت لك متنا وفدينا، خويا يا حسين يا ولي حامينا، ومن يحضر لون خيله. فهجمت عليه الرجال وأحاطت به من كل جانب، فهذا يرميه بحجار وذاك يطعنه بريح، وهو جالس يدب عن نفسه بسيفه حتى طعنه سنان بن أنس في صدره
وطعنا في جنبه، فإن خلف على وجه الشريف وأخذ يئين وينادي: صبرا على قضائك وبلائك يا رب يا رب، لا معبود سواك، يا غياث من لا غياث له، يا دائما لا نفاذ له، يا محيي الموتى، يا قائما على كل نفس بما كسبت، احكم بيني وبينهم، أنت خير الحاكمين. فنظر عبد الله بن الحسن وله 11 سنة من عمره، وقد حقد بالقوم، فأقبل يشد نحو عمه الحسين، وأراد زينب حبسه فأفلت منها، وجاء إلى عمه وهوى عليه، وإذا بشخص من جهة الأعداء ضربه بالسيف فقطع يمينه، فصاح الغلام: يا ابن الخبيثة أتضرب عمي؟ فضربه وقطع يساره، فصاح الغلام: يا عماه، ووقع في حجر الحسين وضمه إليه وقال: يا ابن أخي، صبرا على ما نزل بك، واحتسب في ذلك خيرا، فإن الله تعالى يلحقك بالصالحين. وما أنا أسرعان حضرت له أخته زينب من على التال، وهي تقوم مرة وتسقط مرة، حتى وصلت إليه ورمت بنفسها على جسده الشريف. وأخاه ومظلومة، كلمني يا ابن والدي بحق أمنا الزهراء. تنحي وإلا ألحقتك به. لا والله لا أتنحى عنه، وإن ذبحته فاذبحني قبله. أوه، كفاك ثرثرة. يا قومي يا ابنة الخارجي، قومي هيا، وإلا جزرتكم جميعا واحدا تلو الآخر. تقل لي يا اخويا يا جرح منهن، تقل لي يا اخويا يا جرح منهن، تقل لي اي اشدن يا بعد الروح واهلي، يا اخويا وياك واسف انقطاع، اخويا يا ابن امي، يا اخويا وياك واسف انقطع شملي، اللي بدنياي عقبك بعد شلي. فجاء الشمر غاضبا ورفس الإمام على صدره: بعدك حي يا ابن الخارجي. أنت جالس على صدري فقد أوهيتك بدي. أنا شمر بن ذي الجوشن الضبابي. وماذا تريد؟ أريد حز نحرك
ويلك، أما تعرفني؟ بلى، أعرفك حق المعرفة. أنت الحسين بن علي، أمك فاطمة، وجدك محمد المصطفى. فإذا عرفت هذا نسبي وحسبي فلم تقتلني؟ لآخذ الجائزة من يزيد. أيهما أحب إليك، الجائزة من يزيد أم شفاعة جدي يوم القيامة؟ دانق من الجائزة أحب إلي منك ومن شفاعة جدك. فاسقني قليلا من الماء. والله لا تذوق من الماء قطرة واحدة حتى ترد الحامية وتشرب من حميمها. بل أرد على جدي رسول الله ويسقيني بكأفه شربة روية، ولكن اكشف لي عن لثامك. صدق جدي رسول الله فيما قال. وما قال جدك يا حسين؟ ها؟ إن جدي كان يقول لأبي: يا علي، يقتل ولدك هذا رجل أبقع أبرص يشبه الكلاب والخنازير. يشبهني جدك بالكلاب والخنازير؟ والله لأكبنك على وجهك وأذبحك من قفاك أشد لعذابك. أجركم الله. فضرب إمامنا الحسين 12 ضربة واحتز رأسه الشريف. رحم الله من نادى وإماما وسيدا. رحم الله